السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أخبار كتير النهارده عايزين نتكلم عليها. قبل ما نتكلم على أي حاجة بنصلي الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وتدعي لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. بالنسبة للخبر الأول معانا وكيل أعمال وسام أبو علي تواصل مع إدارة النادي الأهلي إن في أحد الأندية الأمريكية مهتمة بالتعاقد مع وسام أبو علي وقيمة العرض تصل إلى 8 مليون يورو. فالنادي الأهلي هيدرس حاليًا عرض وسام أبو علي بس مش دلوقتي. بعد مباراة كأس العالم للأندية وبعد انتهاء كأس العالم للأندية النادي الأهلي هيبدأ يفكر العرض دوّة والعروض كمان اللي هتتقدم لوسام أبو علي، بالأخص كمان العرض دوّة قابل للزيادة كمان، يعني النادي الأهلي ممكن لو جلس على طاولة المفاوضات مع النادي الأمريكي ممكن يقول الطلبات اللي هو عايزها وقيمة العرض ممكن تصل إلى 12.000.000 يورو تمام، 12.000.000 يورو بالضبط كده. بالنسبة للخبر التاني معانا نادي الزمالك كان يسعى للتعاقد مع بيرسي تاو وشاف إن هو ضربة قاضية للنادي الأهلي، طبعًا إحنا رمينا اللاعب مش محتاجينه في أي حاجة واللاعب خلاص شطّب كورة وإحنا مش محتاجينه، اللاعب حاليًا بدون نادي، فنادي الزمالك دخل في مفاوضات معاه كانت أول مطالبات بيرسي تاو إن هو عشان ينتقل لنادي الزمالك إن هم يدّوه راتبه بالكامل أول موسم كده يدّوه الراتب بالكامل تمام، فنادي الزمالك طبعًا رفض كده، نادي الزمالك أصلًا ما معهوش فلوس، فنادي الزمالك رفض وبيرسي تاو حاليًا يبحث على أي نادي في جنوب أفريقيا للانتقال لجنوب أفريقيا وعودة بيته من جديد تمام، ده بالنسبة لأخبار بيرسي تاو. الخبر التالت معانا بديل وسام أبو علي هو أسد إسلام الحملاوي، إدارة السكاوت في النادي الأهلي رجعت اهتمت باللاعب وشايفين اللاعب بيتطور بشكل كويس جدًا، اللاعب كان معروض على إدارة النادي الأهلي من موسمين على ما أعتقد، فترة انتقالات 2 عدّوا تمام، اللاعب كويس جدًا، اللاعب اتطور بشكل كويس، اللاعب كل مباراة لمنتخب فلسطين اللاعب بيكون متواجد في القايمة، بيلعب راس حربة مهاجم فلسطيني مش هياخد مكان أجنبي، يعني أنا شايف إن هي بديل كويس جدًا لوسام أبو علي، فأتمنى إن النادي الأهلي ما يضيّعش الفرصة ديّة ويكون خلّص كل حاجة مع أسد إسلام الحملاوي في تحسبًا لانتقال وسام أبو علي لأي نادي تمام، فأنت لازم تخلّص معاه من دلوقتي تمام، قبل ما أي نادي يخش يخلّص مع أسد إسلام الحملاوي، وزي ما إحنا بنشوف النادي الأهلي بيخش في صفقة بتلاقي أندية كتير دخلت في الصفقة عشان تضيّعها على النادي الأهلي، فأتمنى إن النادي الأهلي يخلّص أسد إسلام الحملاوي وقُل لي أنت كمان ترشّح لي مين بديله لوسام أبو علي.